عمرو السولية، ولكن المرة دي بتشيرت الإسماعيلي وتسديدة قوية جدا في ماتش الإسماعيلي والمقاولين. تسديدة كده من بتوع السولية العابرة للقارات، قوية جدا في المقص فوق خالص. العقباوي ساعتها معرفش يعمل لها أي حاجة من قوتها، راحت في المقص لا تصد ولا ترد حيث يسكن الشيطان. طالما اتكلمنا على الكورة المصرية وتسديدات الكورة المصرية والدوري المصري، ما ينفعش ما نجيبش هدف شريف عبد الفضيل في الزمالك لما حط الكورة وقال لهم وسع يا ولا وسع يا ولا، محدش هيجيب الكورة دي غيري. من 40 ياردة حط الكورة وسدد فاول من المسافة البعيدة دي عشان تروح في عبد الواحد السيد بمنتهى السهولة، ولكن الكورة كانت في منتهى القوة، وده من أحلى الأهداف وكان لازم يبقى معانا النهاردة في الفيديو. والهدف الثالث معانا لقيصر حسني عبد ربه، بس بصراحة هو تفوق هنا عن شريف عبد الفضيل لأنه حط الكورة وسدد التسديدة في المقص. لو كان واقف 50 واحد قدامه ما كانش حد هيعرف يمنع الهدف، والتسديدة القوية دي اللي محطوطة في المقص بطريقة حلوة جدا جدا جدا. وللعلم الهدف ده كان في نهاية المباراة برضه. حسني عبد ربه من اللعيبة القليلة في مصر وفي الدوري المصري كانوا بيسددوا ويسجلوا أهداف بشكل جميل. فاكر لما قلت لك لسه اينو ليه هدف تاني؟ ده الهدف التاني بتاع اينو اللي معانا في الفيديو، وهدف على طريقة الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبية. بعد ما حازم امام الثعلب الصغير لعب الضربة الركنية لاينو على حدود ال 18 اللي هياخدها فيرست تايم من مرة واحدة على طول في المرمى، لا تصد ولا ترد. وده من احلى الاهداف اللي هتشوفها في تاريخ الدوري المصري. مش في الفيديو ده بس، معتز اينو كان راجل بيسدد تسديدات قوية بدقة متناهية وكمان بطرق صعبة، وجسمه مش مظبوط ومفيش حاجة معدولة ويحط الكورة بالطريقة دي. فإينو لعيب كبير ومسدد عظيم. الهدف رقم واحد معانا لحمزة الجمل، وللأسف للأسف للأسف الهدف ده اتلغى رغم إنه من أحلى أهداف الدوري المصري في التاريخ. ولو ما شفتش روبرتو كارلوس وشفتش أهداف روبرتو كارلوس، اتفرج على الهدف الجميل ده من تسديدة حمزة الجمل. ولا تقول لي روبرتو كارلوس ولا تقول لي غيره، هو حمزة الجمل واحد بس اللي كان بيسدد من أي حتة في الملعب، بيودي أهداف عالمية زي الهدف ده اللي سجله في مرمى النادي الأهلي. ولكن للأسف للأسف الهدف ده اتلغى رغم إنه من أحلى أهداف الدوري المصري.